قال لي ما قال لها مالي والدخول بين السلاطين، حسين سلطان ويزيد سلطان، وأخاف عليك من الترمل وأخاف على أبنائك من اليتم. قالت له يا حبيب امضي وانصر الحسين ودعنا نأكل التراب. أعطى جواد إلى خادم، مضى به إلى ناحية، إلى حائط يعني بستان، ينتظر حبيب، وحبيب تأثر عليه وهو جاي، وإذا بيسمع ذلك الغلام العبد يقول لئن لم يأتي، يخاطب الجواد، لئن لم يأتي إليك صاحبك لأصعدن صهوتك وأمضي إلى نصرة الحسين. هذه الكلمات فكت مسامع حبيب. قال الله أكبر يا أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك. جئل قال له أنت حر لوجه الله، قال له لم تنصفني، أنت تذهب إلى السعادة الأبدية وتتركني ها هنا. الحسين عليه السلام في كربلاء وزع الرايات، وكانت 12 راية، بقيت واحدة. يجوا أصحاب الحسين أبا عبد الله من علينا بهذه الراية، يقول لا سوف يأتي إليها صاحبها. بينما هم في كربلاء وإذا بغبر من ناحية الكوفة، الإمام الحسين التفت إلى أصحابه، إلى أبنائه، أهل بيته: قوموا واستقبلوا عمكم حبيب وحبيبا. وصل حبيب، نزل من على جواده، جثى على ركبته، سلم على المولى الحسين، قبله. سمعت زينب أن حبيبا قد أقبل، قالت لهم اقرئوه عني السلام. جاء ابن أخيها لحبيب يقول: عم يا حبيب، إن عمتنا زينب تقرئك السلام. فحث التراب على رأسه ولطم على رأسه وقال: من أنا حتى تسلم علي فخر المخدرات زينب؟ أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامي الحمية؟ استأذن الحسين بالسلام عليها، على بنات الرسالة. جاء من خلف الستر على باب الخيمة، قال: السلام عليكن يا بنات علي، يا بنات رسول الله، السلام عليكن يا بنات علي وفاطم. لوجدك يا زينب يوم تركبين على ظهر بعير ضالع، ويطاف بك من بلد إلى بلد. نعم، وهالليلة دخولهم الشام، نعم، وهذه الشام وما أعظم تلك المصيبة على أهل البيت. الإمام زين العابدين يسألوه: أي المصائب أعظم عليك يا ابن رسول الله؟ قال: الشام. ليش سيدي؟ قال: لأن فيها شماتة الأعداء. وهو يسمع أخته سكينة لا تريد الدخول مجلس يزيد استطرادا. نعرج على واقعة الشام. زين سكينة تقول: أنا مو داخل المجلس يا عم، قول للسجاد خلى يجيب لي قناع، يا عم قول للسجاد. دارت عينها الحوران، عمدها وباقي الدولة، صدت له وللراسين
وحسينا لا تكثري علي عتاب، شوفيهم يسحبون وش عندك يا محزونة؟ قالت لفجعتوني سكنة تقول ما ادخل المجلس ابد يا سجاد. صلها على السجاد قالها يا اختي اسكت